أي شد روحكم مليح. قطعة واحدة نضبط الجهاز قديما. قلنا لك إن شاء الله على سبيل المثال بحجر، أحط حجر هون وأتلاعب به بالسنتيات بالسنتيات. هاي الفكرة لي أنا، فكرتي. إن شاء الله أحط هاي فهمنا كيف؟ قديما المثال لما حطينا رونديلا، قديما لما تلاعبنا يا اخوان بالانتين نصغر ونكبر، كان مثال بنلعب بالموجة. يجي واحد حاط لي القطعة كمثال هاي ويقول بالسنتيات. منين ماخذ الفكرة يا اخوان؟ منين؟ ولا دائما نقول يا اخوان احنا بنقلب الحق باطل والباطل حق. صلاح خفان بقول رجوع للخلف، تيجي انت بتقول ابرم لورا. شو اختلفت يا اخوان؟ هي اذني وهي اذني. لما قلنا بقطعة واحدة، ومرة حطينا لكم قطعة زي هاي بتتذكروا، وقلنا بدنا نفيد الجميع حتى الأسياخ المجردة. هون شو بتسوي، وهون شو بتسوي، وهون شو بتسوي، وهون شو بتسوي. هاي الفكرة لي أنا، عشان هيك عييت أنزلها قديما على قناتي، لأني أنا قلت لك موجودة على القناة، موجودة على القناة. فهمنا الموضوع يا إخوان؟ لا هذا صدق. ما تكتب. أي شد روحكم مليح. إذا حطيت مغناطيس مثلا أنا حطيته هنا 15 سنتيمتر طول المقبض، حطيته هنا 15 سنتيم، يعني معلم 15 سنتيم حط المغناطيس، ياخذ لك الفارق التكنيزي والذهب في زوج، يقرا المعدل الفارق. لو حطيته هنا في الوسط فقط راح يعطيك الفارق التكنيزي. لو حطيته هنا يعني تخليه حوالي 2 سنتيم مثلا هكذا. زاوية سيخ لا يقرأ لك الذهب، وتجوز الفضة تجوز المشي. اللغز من أول سنتي للسبعة سنتي. لكن هذا الموضوع بقطعة واحدة، في إله شغلات من هون، ولما نضع من هون نضبط مثال ماذا يحصل الجهاز، اللي هي من بداية 7 سنتي. ولما نتلاعب مثال هنا أنت تميز